أعزائي الطلاب على جامعة مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بيكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. أهلا بيكم في الجزء الأول بتاعنا من الحصة. وأول ما ندخل في الحصة عندك في الكتاب بادئ بالخصائص. أنا ماليش دعوة بالخصائص، تعال ناخد الملوك الأول، ولما نعرف الملوك هنعرف نستنتج الخصائص. يلا بينا يا ولاد، طبعا ثقوا فيا، طالما قلت لك حاجة هنبدأ بيها الأول يبقى أنا كده ماشي بالطريقة الصح. في الشرح الكتاب طبيعي ان هو يكتب اللي هو عايزه. تعالوا ولاد نبدأ بدرسنا النهاردة، بيتكلم عن عصر الدولة الوسطى. ماله يا مستر عصر الدولة الوسطى؟ قال لك عصر الدولة الوسطى ده من العصور المهمة جدا. تعالى نبدأ ناخد الملوك بتوع عصر الدولة الوسطى. أول ملك معانا يا ولاد، وهو الملك اسمه، بص كده، اسمه غريب شوية، اسمه الملك منت منت منتو منتو حتب الثاني. تاني يبقى أول ملك هندرسه يا ولاد معانا اسمه ايه؟ منتو حتب الثاني. ماله يا مستر الملك منتحتب الثاني؟ قالك الملك منتحتب الثاني ده يا مستر كان أول حاكم في طيبة بعد عصر الدولة القديمة. يعني خلاص خلصنا عصر الدولة القديمة الحصة اللي فاتت، وأول ملك جه في عصر الدولة الوسطى اللي يحكم في طيبة كان هو الملك منتحتب التاني. أنا عايز أقول لك على حاجة، الملوك يا ولاد بنحفظها بالاغاني، اوعى تنسى انك تشوف الفيديوهات بتاعتنا بتاعت الاغاني، ريلزات صغيره هتحفظك الاغنيه. ممكن اقولها لك دلوقتي، مثلا اقول لك ايه: طيبه قديمه على الوجهين، بحري وقبلي وانتصار عاله ناسيه في الشمال، عهد السلطه المركزيه قويه، صلح النظام الإدارية وحد من نفوذ مين حكام الأقاليم، وهكذا. بس أنا عايز أفهمك وبعد كده هحفظك. لا تقلق يا صديقي، أنت في يد أمينة. يبقى هو يا مستر أول حاكم يحكم في عصر إيه يا ولاد الدولة الوسطى في طيبة. يبقى يا مستر عايز تقولي إنه هو خلى طيبة عاصمة للبلاد، طيبة عاصمة للبلاد. يبقى يا ولاد خلى طيبة عاصمة للبلاد يا ولاد. يبقى هو كان أول حاكم يحكم في طيبة بعد عصر الدولة القديمة. وبدأ يا ولاد قالك: أنا خلاص بقيت في طيبة، أنا محتاج أسيطر على الوجهين. يبقى هو يا ولاد سيطر على الوجه البحري والوجه القبلي. مستر أنا مش فاهم، هفهمك. دي يا ولاد وجه، دي مصر. الوجه البحري اللي هو مش هنا في الشمال في البحر المتوسط، فالجزء اللي في الشمال كله ده اسمه الوجه البحري، لحد مثلا الجيزة بن سويف كده، كله ده الوجه ايه البحري. اما الوجه القبلي اللي هو يا ولاد ايه ورا اللي هو ناحية الصعيد، فهو وحد اللي هو ايه سيطر على الوجهين، على الوجه البحري والوجه الايه القبلي يا ولاد. تمام. يبقى هو سيطر على الوجهين البحري والقبلي. وكان يا ولاد في ملوك في الوجه البحري، الملوك دول هو سيطر على ملوك الوجه ايه الوجه البحري. طيب الملوك دول كانوا قاعدين فين يا مستر؟ في حتة اسمها إهناسيا، موجودة في الشمال، وإهناسيا حاليا اللي هي ولاد في محافظة بني سويف. يبقى تاني هو خلى طيبة عاصمة للبلاد، سيطر على الوجهين البحري والقبلي، وسيطر على ملوك الوجه البحري زي ايه إهناسيا في الشمال. بعد كده يا ولاد قالك مين اللي هيحكم بقى؟ هل كل واحد
هو اللي هيحكم المدينة بتاعته؟ قال لك لا. لو كل واحد هيحكم المدينة بتاعته، بص بقى، اسمها سلطة لا مركزية. تعالى هفهمك بمثال. جدك خلف ابوك وعمك وعمتك، حلو، وعمك تاني، حلو كده يا معلم. لما ابوك ركز بقى معايا، عايز يشتري عربية، وابوك معاه فلوس كتير، مش هيروح ياخد من جدك. هل هيروح ياخد رأي جدك في نوع العربية، ولا هياخد رأي مامتك؟ هياخد رأي مامتك، هياخد رأيك انت. لكن هيروح ياخد رأي جدك؟ لا. ليه؟ لان هو بعد عنه. فدي اسمها كده، جدك ده كده ملهوش حكم في البيع والشراء بتاع ابوك، فاسمه سلطة لا مركزية. يعني ابوك يشتري ويبيع براحته. طيب لو ابوك وعمك وعمتك وعمك التاني كلهم يا ولاد شغالين عند جدك في الشركات بتاعته، وقبل ما يشتروا اي حاجة، سواء بقى عربية، شقة، لبس يا ولاد، لازم ياخد رأي جدك الأول. ما ينفعش يشتري حاجة غير لما ياخد رأي جدك. إذا كده يا ولاد جدك في الحالة دي سلطة مركزية. يبقى ايه الفرق بين السلطة المركزية والسلطة اللامركزية؟ هبسطها لك. لو انت بتشتري الحاجة من دماغك وما بترجعش لحد، يبقى اسمها سلطة لا مركزية. طيب لو بتشتري حاجة ولازم ترجع للكبير عنك، سواء مامتك او ابوك، دي اسمها سلطة مركزية. ماشي يا اولاد؟ فهمت حكاية سلطة مركزية وسلطة لا مركزية؟ طيب السلطة المركزية كذا واحد بيقول رأيه، ولا فرد واحد هو اللي بيقول رأيه؟ فرد واحد. لما تيجي تشتري عربية أنا اللي هقول رأيي، فرد واحد. يبقى اللي بيحكم البلاد حكام صغيرين ولا حاكم واحد؟ حاكم واحد. فلما يجي يقولك يا مستر بقى، لما يجي يقولك، لما يقولك ان هو اعاد تعالى بقى نغير الخط بقى. اعاد السلطة المركزية، يبقى هنا يا ولاد اللي بيحكم البلد كذا حاكم ولا حاكم واحد فقط هو اللي بيحكم يا ولاد؟ هو اللي بيحكم واحد بس. يبقى اعاد السلطة المركزية يا ولاد. طيب رقم 2، قالك بص بقى، لما مسك لقى ان النظام الاداري بايظ، لقى ان النظام الاداري ايه؟ بايظ. فراح عمل حاجة اسمها ايه يا ولاد؟ صلح النظم الادارية. يعني ازاي يحكموا البلد؟ طيب وكان يا ولاد في ناس هم بيحكموا الاقاليم، فراح حد من نفوذ قال له بس كفاية عليك كده، ما ينفعش تحكم اكتر من كده، حكام الاقاليم يا ولاد. ماشي يا ولاد؟ يبقى الملك منتحتب التاني عمل ايه؟ خلاص خدنا الحاجات اللي هو عملها وحفظناها، اتمنى انك تذاكرها كويس اوي. طيب تعال نكمل. برضه هو عمل شوية حاجات تانية. عمل ايه تاني يا مستر؟ قالك بص بقى، ان الملك منتحتب التاني يا ولاد قالك انا لازم اعمل عملية ايه يا ولاد؟
ركزوا بس معايا كده بالله عليكم. قالك مش طيبة دي هي العاصمة، فانا لازم اعمل فيها حاجتين. طيب هقول لك دلوقتي. وقال لك الحدود لما اجي اوسع الحدود فكانوا بيوسعوها ناحية الجنوب. ليه يا مستر بيوسعوها ناحية الجنوب؟ اصلا لو وسعوها من ناحية الغرب او الشرق او الشمال مش هينفع يوسع من ناحية الشمال، لان انت عندك البحر المتوسط. طيب هيجي يوسع من ناحية الغرب يا ولاد، عندك ليبيا صحراء. طب ناحية الشرق عندك البحر الأحمر. فقال لك نوزع ناحية الجنوب. ليه يا ولاد كانوا بيوسعوا ناحية الجنوب؟ علشان نهر النيل يتحكموا في مساحة أكبر من ميناء إيه يا ولاد؟ نهر النيل. وبدأ يا ولاد يقول لك أنا عايز أتاجر، فراح عمل بعثة تجارية لبلاد بونت يا ولاد. طيب طيبة يا ولاد عمل لها جملها، يعني عمل لها تجميل. وكمان يا ولاد عمل فيها معابد، لان هي بقت العاصمة فطبعا لازم يعمل معابد. في الجنوب عمل توسيع الحدود الجنوبية، وعرفنا عمل التوسيع ليه. بعد بعثة تجارية يا ولاد لبلاد بونت. خلي بالك بقى، بعت لبلاد بونت بس عمل البعثة دي عبر الصحراء. بص بص هكتبها لك ايه، عبر الصحراء، عشان بيجيلك في صح وغلط يقول لك عملها عبر البحر، هتقول له غلط يو ار دونكي. ماشي يا ولاد؟ طيب مهم قوي الكلام اللي احنا ايه قلناه ده. ده كده يا ولاد خلصنا الملك منتحتب التاني. تعالى يا ولاد بقى ندخل في أسرة جديدة، وهي الأسرة ال 12. عندنا ملك يا ولاد اسمه الملك ابن محات الأول. اسمه ايه يا ولاد؟ ابن محات الأول. ماله ابن محات الأول بقى يا مستر؟ قالك ابن محات الأول يا ولاد ده يا مستر في عهده هو أول حاجة كده هو اللي أسس الأسرة ال 12. يبقى لما اجي اتكلم عن الملك ابن محات هو ماله؟ هو اللي أسس الأسرة ال 12. طيب في عهده يا ولاد شهدت مصر، او في الحكم بتاعه في الوقت ده كانت دولة قوية جدا جدا جدا. طالما دولة قوية يعني يهتم بالجيش. لما كان دولة قوية يبقى عنده استقرار ولا عنده صراعات؟ عنده استقرار. طيب كان عنده كمان يا ولاد بعض التقدم في المجالات. يعني ايه؟ كان الاقتصاد عنده فلوس كتير. كان كمان يا ولاد فن النحت والنقش والحاجات دي كلها يعني الفنون عموما كانت كويسة. الأدب زي نصوص الأهرام والحاجات دي كانت كويسة. يبقى عنده يا ولاد تميزت بالتقدم في المجالات الاقتصادية والفنية والأدبية. يبقى حصل تقدم يا ولاد في المجالات الايه؟ الاقتصادية الفنية ويا ولاد والأدبية. طيب حلو خالص. طيب تعالى نعرف بقى الملك ابن محات الأول ده اللي أسس الأسرة ال 12 عمل 5 حاجات مهمين أوي أوي أوي.
تعالى نكتب اول حاجة بالخط العريض كده. عمل عملية ايه يا ولاد؟ عمل، بص هنا، اول حاجة نقل العاصمة. وتعالى بقى نعرف تحتيها ازاي نقل العاصمة، يعني ايه التفاصيل بتاعت نقل العاصمة يا ولاد. تفاصيل العاصمة، قالك انا مش عجباني طيبة. طب انت عايز ايه يعني؟ هتروح فين؟ قالك انا عايز يا عم اتنقل من طيبة لمحافظة تانية اسمها الجيزة، ابقى في الشمال. فنقل من طيبة يا ولاد لمدينة تانية اسمها اسيت تاو. يبقى تاني، مين اللي خد طيبة عاصمة للبلاد يا ولاد؟ الملك منتحتب التاني. مين اللي نقل من طيبة لأسيت تاو؟ الملك ابن محات الأول. طب يلا يا ابن محات، هو انت ليه عملت كده؟ كان ايه السبب؟ قالك بص بقى، انا الغرض بتاعي اكون في موقع متوسط. يعني ايه متوسط؟ قالك اقدر احكم البلد من الوجهين، البحري والقبلي. يبقى هو الغرض بتاعه ان هو يا ولاد يحكم، يكون في موقع متوسط على الوجهين البحري والقبلي، عشان يا ولاد يقدر يسيطر على البلاد. ماشي يا ولاد؟ دي كده اول حاجة وجزء، وهو العاصمة. طيب تعالى ناخد تاني جزء يا ولاد، وهو ايه بقى؟ قالك انا لازم الحكام بتوع الاقاليم لازم اسيطر عليهم. فتاني حاجة يا ولاد هو سيطر على حكام الاقاليم. بس بقى يا ولاد ما دخلش في صدام معاهم. تعالى بس نرجع كده. هقول لك هنا بس سيطر. طيب تعالى بقى نعرف يسيطر عليهم ازاي. اول حاجة هو سيطر على مين يا مستر؟ سيطر على حكام الاقاليم. ولما سيطر يا ولاد على حكام الاقاليم، سيطر عليهم ازاي؟ قالك انا اسيطر عليهم بلغة الحب. ان هو بدأ يديهم يا ولاد القاب رفيعة. يعني مثلا يقول لك مثلا انا لو انا بحبك الدكتور محمد، الدكتورة فاطمة، الدكتورة رودينة، الدكتورة هلا. فاهمني؟ انا اتقرب عليك وخليك تحبني بالايه؟ بالالقاب الرفيعة. مش هقول لك ايه ده وانت عيل فاشل، انت ما بتنجحش، ما انت هتكرهني. فملك ابن محاتي الاول كان عنده ذكاء سياسي. يعني ايه مستر عنده ذكاء سياسي؟ يعني كان قادر يسيطر على اللي قدامه من غير ما يدخل معاه في حرب، وكمان يخليه يحبه. طيب بدأ يا ولاد لما يدوم الألقاب الرفيعة قالك ايه؟ قربوا هم منه. يبقى ده عنده ذكاء ولا مش عنده ذكاء؟ كان عنده ذكاء يا ولاد. طيب عمل ايه تاني يا مستر؟ قالك كان من ناحية الشرق يا ولاد حصل عملية غارات، نعرف ان هو عمل عملية طرد. طيب طرد مين يا ولاد؟ قالك بدأ يطرد اللي من ناحية الجهات الشرقية. وفي الشرق عندنا قارة آسيا، فعندنا قبائل من قارة آسيا كانت جاية تدخل مصر عن جهة الشرق، فراح طرد يا ولاد القبائل الآسيوية عن الجهات الشرقية. كل الأغاني دي يا ولاد موجودة وليها أغنية وطبلة ونقعد نغني ونطبل سوا. الحاجات اللي هي الأحمر دي يا ولاد هي مفاتيح الحل، اللي هي الكيوردز. طيب عمل ايه يا ولاد؟ قالك بص بقى، من جهة الشرق كانت القبائل الآسيوية تيجي،
قال لك يا مستر بقى اما من جهة الغرب، قال لك دي كانت مشكلة، فراح عمل حاجة اسمها حصون، وهنعرف ليه عمل الحصون دلوقتي. قال لك يا مستر هو عمل الحصون علشان اول حاجة يحمي الحدود الغربية. طب يا مستر هو مين اللي عندنا على الحدود الغربية؟ ليبيا. يبقى يا ولاد عملها ليه؟ لحماية الحدود من، بص بقى، من الغارات الليبية. طيب مهم قوي يا ولاد. طيب قال لك طيب هو وصل لحد فين؟ قال لك الحدود بتاعته وصلت الحدود الجنوبية للجندل التاني. ركز، وصلت الحدود الجنوبية فين يا ولاد؟ لحد الجندل التاني. طيب يبقى كده خدنا الملك منتحتب التاني، وما خدنا الملك ابن محات الاول، فاضل لنا يا ولاد الملك كذا 3 ملوك كمان بس خفاف خالص خالص خالص. تعال نكمل. على فكرة انت بتذاكر معايا. هناخد يا ولاد دلوقتي الملك اسمه الملك سينوسرت الثالث. ماله الملك سينوسرت الثالث يا ولاد؟ ده سهل جدا جدا جدا. الملك سنوسرت الثالث يا ولاد عمل عملية تأمين لحدود مصر الشمالية والجنوبية. وده كان يا ولاد الهدف بتاعها ان هو يعمل عملية ايه؟ الدفاع. طبعا ده كان الغرض الدفاع يا ولاد. طيب فكان من اعظم الملوك اللي عملوا حملات عسكرية عشان يأمنوا الحدود. طيب قال لك كمان يا ولاد هو اهتم بالحدود. اني حدود بقى؟ بالحدود الجنوبية يا ولاد، يعني اللي من ناحية الجنوب، لان كله يبقى انا اهم حدود عندي، كل الحدود اللي بتتكلم في كل الوحدة التانية كلها عن الحدود الجنوبية. كله بيتكلم عن الحدود الجنوبية، لان الحدود الجنوبية اللي جاي منها منبع نهر النيل، فهي اللي قايم عليها نهر النيل، فقايم عليها الزراعة، في الصناعة، في التجارة، فكله ده مهم جدا. فكله كان بيهتم ان هو يأمن الحدود بتاعته الجنوبية. طيب ايه دليلك يا مستر ان هو اهتم بالحدود الجنوبية بقى؟ هقول لك يا مستر ان هو عمل حصني. الحصنية دول اسمهم حصن سمنة وقمنة. فين الحدود دي يا ولاد؟ في الجنوب. يبقى الحدود دي موجودة فين؟ في الجنوب. طيب قالك والحدود دي موجودة فين بالظبط يا ولاد؟ عند، بص بقى، في حتة كده اسمها الجندل الثاني. عند الايه يا ولاد؟ عند الجندل التاني. طيب فلما يا ولاد وصل هناك راح كتب الملك سنوسرت الثالث على لوحة، راح كتب كده، بص بقى يا ولاد كتب ايه؟
إنه بريء من ابن يأتي بعدي أو يأتي بعدي ولا يحافظ على إيه يا ولاد؟ على تلك الحدود. الملك إيه؟ سنوسرت الثالث يا ولاد. خلي بالك بقى، أنا عايز أقولك على آخر حاجتين يا ولاد، إن الملك سنوسرت الثالث عمل حاجتين مهمين قوي. اول حاجه يا ولاد، هو قالك انا لازم اعمل حفر قناه مائيه، واعمل حفر قناه مائيه. القناه دي بتربط بين حاجتين يا ولاد، بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، بس كانت بتربطهم يا ولاد عن طريق نهر النيل. يعني يا ولاد اهو، ادي ادي يا ولاد البحر المتوسط وادي البحر الاحمر. فهمني؟ بدل ما يحفروا كده، لا هما من هنا كده في الدلتا دي بتودي على البحر المتوسط، فعملوا هنا ايه؟ هنا قناة زيزوستريس يا ولاد. القناة دي سموها قناة ايه يا ولاد؟ قناة سيسوستريس. قناة سيسوستريس يا ولاد، ودي بتربط. طيب قالك دي نتج عنها بقى حاجة يا مستر. نتج عنها ايه؟ قالك دي نتج عنها يا مستر زيادة حركة التجارة بين مصر وجيرانها يا ولاد. وكده يا ولاد نكون خدنا ملوك مهمين جدا. هل خلصنا؟ لا طبعا، فاضل لنا حوالي 10 دقايق كمان هناخد اخر 2 ملوك. هو الملك يا ولاد ملك اسمه الملك ابن محات الثالث، والملكة اسمها سوبك نفرو. تعالى بقى يا ولاد نكمل. الملك، ويجي ملك تاني اسمه الملك ابن محات الثالث. الملك ابن محات الملك ابن محات الثالث. ماله الملك ابن محات التالت بقى يا ولاد؟ قالك الملك ابن محات التالت كان العهد بتاعه كان مهتم قوي بحاجة اسمها نيل وزراعة، وطالما اهتم بالزراعة يبقى في فلوس، وطالما قلت فلوس يعني اقتصاد. يعني يا مستر عايز تقولي ان هو اهتم ب3 حاجات مهمين جدا. اول حاجة يا مستر هو اهتم بيها، او العهد بتاعه قالك سميناه كده عهد السلام. عهد فيه التنمية الاقتصادية، لأنه اهتم يا ولاد بالزراعة. كمان العهد بتاعه يا ولاد اهتموا بيه في إن عملوا عملية إيه؟ استثمار موارد مصر يا ولاد. يعني الحاجة اللي عندهم إيه قدروا يستثمروها يا ولاد.
طيب تعالى بقى نتكلم عن الحاجات اللي هو عملها اصلا بقى. قال لك اول حاجة يا ولاد الاعمال بتاعته عمل حاجتين مهمين قوي. اول حاجة كانت ليها علاقة بسينا، وعمل ايه بقى؟ بص بقى، بعت يا ولاد 24 بعثة. 24 ايه بعثة. البعثة دي يا ولاد عشان يعملوا عملية استخراج حاجتين، يعني يخرجوا حاجتين. سينا مليانة جبل، فهيخرجوا منها ايه يا ولاد؟ هيخرجوا منها المعادن، ويقطعوا الأحجار يا ولاد ويجيبوها عشان يستفادوا بيها. الكلام ده موجود كله فين؟ في شبه جزيرة سينا. يبقى أول حاجة سينا. طيب تاني حاجة يا ولاد، تاني حاجة اهتموا بيها ان هو اهتم بالري والزراعة. اهتموا بايه يا ولاد؟ بالري والزراعة. طيب لما اهتموا بالري والزراعة يا ولاد قالك طيب انا اول حاجة بيجيلي مية كتيرة قوي طول السنة وعايز اخزنها. يعني بتجيله مية يا ولاد طول السنة كتيرة قوي، وبعد كده المية دي بتقطع. انت لما بتجيلك مية وهتحس ان المية بتقطع فبتبلها في برميل، طيب او في كولمن او في جردل. طيب دي دولة هنعمل لها ايه؟ قالك لا يا باشا، انا لازم اعمل حاجة اسمها هنا سد. طب ايه وظيفة السد يا مستر؟ ان هو يخزن المية. السد ده اسمه سد اللاهون. سد اسمه سد ايه؟ اللاهون. موجود فين يا مستر دلوقتي؟ موجود عند بحيرة اسمها بحيرة موريسي. طب ما انا معرفتهاش يا مستر. يا ده اصبر يالا، يا ده اصبر يالا، هقول لك مكانها فين بالظبط. قال لك سد اللاهون ده يا مستر موجود عند بحيرة قارون. طيب وظيفة السد ايه يا مستر؟ تخزين مياه الفيضان. يخزنوا مياه ايه؟ الفيضان. طيب ولما يخزنوا مية الفيضان يا مستر يبقى كده عمل حاجتين. اول حاجة عملها حماية ايه؟ حماية البلاد من المجاعات نتيجة انخفاض منسوب المياه. توسيع المساحة الأراضي الزراعية. لا انت هتتبسط أصلا. يبقى حماية ايه يا ولاد؟ حماية البلاد من المجاعات. فلما يا ولاد يبقى عنده مية كتير يبقى طبيعي ان هو يحمي البلاد من المجاعات. طيب تاني حاجة يا مستر، قالك لما يبقى عنده مية فيقدر يعمل عملية ايه؟ توسيع مساحة الأراضي الزراعية يا ولاد. يعني يقدر يزرع لانه عنده ميه وعنده الارض، فيقدر يوسع المساحه بتاعه الاراضي لانه عنده ميه تقدر تكفي الاراضي دي يا ولاد. اخر حاجه عملها عايزك تحفظها صم زي اسمك، ان هو يا ولاد عمل مقاييس على النيل. والمقاييس دي كانت عامله كده يا ولاد، محطوطه جوه النيل، ولو هنا النيل يبقى قليل، لو هنا النيل يبقى عالي. ليه عمل مقاييس على النيل؟ عشان يعمل عمليه مراقبه لارتفاع منسوب المياه. طيب في حاجة صعبة كده يا ولاد؟ خالص خالص خالص، الموضوع سهل لفوق ما تتخيل. طيب كده خلصنا الملك ابن محات التالت. تعالى ناخد الأغنية بتاعته عقبال ما تتفرج. أنا ابن محات التالت، أنا ابن محات التالت، أنا أحب سينا وسينا تحبني، أخرج المعادن وأقطع الأحجار، أحب الري والزراعة، بنتسد اللاهون عند بحيرة قارون لحماية البلاد من المجاعات نتيجة انخفاض منسوب المياه. توسيع الأراضي الزراعية، مقاييس المراقبة ارتفاع منسوب المية، مقاييس المراقبة ارتفاع منسوب المية.
هناك بقى تعرف تحفظ اكتر، هتلاقي نفسك حفظت الملك. انت فاهم؟ طيب، يلا يا ولاد بقى ناخد اخر ملوك الاسره ال 12. ولما اقول لك اخر ملوك الاسره 12 تفتكر اخر ملوك الاسره الخمسه الملك اوناس، دول الاواخر. يبقى هناخد دلوقتي ملكه جديده يا ولاد، هي الملكه سوبك نفرو. الملك، او هنكتب اسمها على طول، سوبك نفرو يا ولاد. مالها الملكة ده بقى يا مستر؟ قال لك الملكة دي هي ابنة ابن محات التالت. يعني شايف ابن محات التالت ده؟ هي بنته، يبقى هي ابنة ابن محات الثالث. بس هل بقى لما ابن محات التالت مات هي مسكت مع بعديه على طول؟ قال لك لا. قال لك بص بقى، هنعمل لك هنا حاجة مهمة قوي. تعال اعمل لك هنا ستيكر عشان اقول لك على معلومة حلوة. ونجيب القلم الابيض ونكتب بيه. قال لك لو جينا نرتب الحكم كده هنلاقي اللي مسك الحكم الاول الملك ابن محات الثالث. وبعد كده يا ولاد اللي مسك بعد من محات الثالث واحد اسمه ابن محات. شايف ده الثالث؟ ده بقى الرابع. مين ابن محات الرابع؟ هو ابن محات الثالث. لما ابن محات الرابع بوظ البلد، خلاص خلصت، فراحت اللي مسكت يا ولاد بعديه اخته الملكة سوبك نفرو. يبقى اللي مسك بعد ابن محات التالت ابن محات الرابع، وبعد كده ابن ايه سوبك نفرو. طيب يا مستر الملكة دي مسكت لمدة كام سنة؟ شايف مش اخوها اسمه ابن محات الرابع؟ مسكت لمدة 4 سنوات. اللي مسكت لمدة كام سنة يا ولاد؟ لمدة 4 سنوات. طيب يا مستر هي معنى ايه سوبك نفرو؟ قال لك كلمة سوبك نفرو يا ولاد معناها القوة، يبقى معنى اسمها القوة يا ولاد. طيب قال لك الملكة دي عملت أعمال مهمة خالص. ركز معايا بقى بالله عليك عشان الكلام ده مهم. عملت ايه بقى يا مستر؟ أول حاجة عملتها يا مستر هي عملت، بص بقى، باباها مين باباها؟ ابن محات التالت. كان بيعمل معبد. كان بيعمل ايه؟ معبد في منطقة اسمها هوارة. ولكن لما باباها مات هي ما قدرتش، هو ما قدرش يكمل المعبد. فراحت هي عملت ايه بقى؟ استكملت. طب انا ليه بقى بتكي على كلمة استكملت؟ هقول لك ليه. لان هي هتعمل معبد تاني فهيقول لك بنت. ففي فرق بين كلمة استكملت، فاهمني يا ولاد؟ وفي فرق بين ان هي ايه؟ بنت. طيب تاني حاجة يا ولاد عملتها، بص بقى انا عملتها لك ليه باللون البينك؟ لان هي يا ولاد، بص بقى، هي اللي ايه بقى؟ عملت عملية بناء معبد ليها هي. هي اللي بنت، هي اللي انشأت، هي اللي ايه؟ انشأت هرم خاص بيها في منطقة اسمها دهشور يا ولاد. في منطقة اسمها ايه؟ دهشور. في منطقة اسمها ايه يا ولاد؟ دهشور. يبقى عايزك تخلي بالك ان هي كملت معبد باباها في هوارة، لكن بنت المعبد بتاعها فين؟ في دهشور يا ولاد. طيب تعالى نعرف كده بقى الدولة خلصت او العصر، او ليه سبب ضعف
ليه حصل ضعف في الأسرة ال12؟ ليه بقت ضعيفة؟ يعني ايه سبب اللي خلاها تبقى ضعيفة يا ولاد؟ قالك يا مستر السبب اللي خلاها تبقى ضعيفة ان هي الملوك اللي جم بعد ابن محات التالت اللي هم عياله كانوا ايه؟ كانوا ضعاف. يبقى اول سبب يا ولاد ضعف الملوك اللي جم ايه يا ولاد؟ اللي جاءوا بعد الملك ابن محات الثالث. طيب تاني سبب يا ولاد، تاني سبب قالك لما بقت الدولة فيها ضعف يبقى فيها زيادة الصراعات، يعني الخناقات. مين اللي هيحكم؟ ليه كانت الصراعات بين مين يا ولاد؟ بين حكام الأقاليم على ايه يا ولاد؟ على السلطة. بالله عليك ده اسمه كده سؤال امتحان مهم قوي. طيب الهوم وورك يا ولاد، مع الهوم ووركات بتاعتك اعمل لي مقارنة بين، او قول لي اسباب ضعف، قول لي هنا يا ولاد اسباب ضعف الدولة القديمة واسباب ضعف الدولة الوسطى يا ولاد. طبعا لو عايزين الملزمة دي ليها شوية رولز معينة. طيب اتمنى يا ولاد تكون الحصة النهاردة عجبتكم، حصة جميلة، حصة شيقة. صدقني عشان تذاكر صح تاخدها هنا من الملازم، عشان يبقى الموضوع مهم جدا ولذيذ وجميل. وبالتوفيق ليكوا يا ولاد. الحصة معلش طولت النهاردة، لكن انا كنت يعتبر بذاكر معاك. بالتوفيق ليكوا يا ولاد. واكتبوا لي في الكومنتات ايه اخباركم، الدنيا حلوة وحشة، مبسوطين بالشرح، الدنيا في نظام. كل الحاجات دي بتساعدنا ان احنا نقدم احسن ما عندنا يعني.